في اوقات كتير كده بتحسي فيها ان انت عايز تسكت، مش قادر تتكلم، مش قادر تشرح لحد حاجة، مش قادر تبرر لحد موقفك، مش قادر تتواصل مع حد، عايز بس كده تقعد ساكت في هدوء ومحدش يتكلم معاك ولا حد يخترق صمتك او خلوتك مع نفسك. تحسوا كده كتير صح؟ هل الصمت ده علامة على ضعف ولا نضوج روحي؟ الصمت الروحي هو رجوع للداخل مش انسحاب. الروح احيانا بتحتاج عزلة عشان تعيد ترتيب الفوضى بالداخل. يعني انت محتاج ترتب وتظبط كل حاجة جوه، فبتحتاج ان انت تقعد لوحدك، تسكت، تنعزل، تسمع صوت روحك، تبدأ ترتب الامور اللي انت محتاج ترتبها وتظبط الحاجات اللي انت محتاج تظبطها من الداخل. لو حاسس ان انت مش قادر تتكلم، ده معناه ان روحك عايزاك تسكت عشان تسمع جوه في ايه، عشان تسمع جوه محتاج ايه. وكمان ده بيحصل عشان روحك عايزة تسمعك، تسمع انت محتاج لإيه وانت عايز ايه. لانه في الصمت روحك بتسمعك ومشاعرك بتتكلم. الصمت فن، مش اي حد بيقدر ان هو يوصل للمرحلة ان هو يكون عنده صمت. والصمت مش معناه ان انت بتسكت بس، لا، صمت كمان عن الافكار، صمت عن المشتتات، صمت عن اي حاجة ممكن تخليك تخرج عن مسارك. فلما بتقعد مع نفسك وبتبدأ تسمع لصوت روحك وتحاول ان انت تصمت من الداخل ومن الخارج، بتبدأ تشوف كل الرسائل بوضوح، وبتبدأ تشوف كل الامور بوضوح، وبتبدأ تعرف ترتب انت محتاج ايه وعايز تعمل ايه وخطوتك الجاية هي ايه وهي فين.